سلام عليكم. اهلا بكم في الحلقة الاولى والاخيرة من برنامجكم مساء الطنابيش. خش في الانترو. زمن الطرابيش يا سيدي، زمن الطرابيش، زمن الطرابيش يا سيدي، زمن الطرابيش. شكرا. قبل اي شيء الولد نمبر 2 نايم لسه، الساعة داخلة على 1 الظهر ولا 2 الظهر، ونمبر 2 لسه نايم. مش عارف اعمل ايه مع الولد ده. نايمين بتشخروا. الكرنب بكام يا علا؟ ولكن انا عندي النشاط والحيوية وبفطر ببسكوت اللوتس المجنون، فبالتالي هتلاقيني النهاردة نشيط وبادئ بالفيديو على طول. موضوع فيديو النهاردة بقى هتكلم عن ماتشات النهاردة المهمة اللي انا عايز ايه. طب ملك التوقعات انتوا عارفين طبعا. عندك اول ماتش يوفنتوس ومعرفش مين، دوري ايطالي، ماليش في الدوري الايطالي وما يهمنيش، عدي على طول. عندك بعد كده ماتش اتلتيكو مدريد وختافي، برضو الماتش ده ما يهمنيش، انا في الدوري الاسباني مش متابع قوي اصلا. حتى ماتش برشلونة شفت منه الشوط الاول، وماتش ريال مدريد شفت منه الشوط الاول، ما كملتهمش وزهقت. فالاسباني انا ماليش فيه. ولكن نمبر 2 بيشجع اتلتيكو مدريد كفريقه الاساسي، وماتش الزمالك الساعة 8 وماتش اتلتيكو مدريد الساعة كام؟ 7:30. فهيقعد بقى يقرفني كل شويه، اقلب اشوف النتيجه معرفش ايه. لا انا اللي صاحي بدري من قبلك ومتحكم في الريموت وماسك الريموت. اي حد هيقرب من الريموت هطيره بره التراك، يدور له على حاجه تشيله. انا بقول لك اهو، شغل الدراع ما ياكلش معايا يا نمبر 2. نخش بقى على اهم ماتش النهارده، وهو مباراة الزمالك والاسماعيلي في كاس مصر، الكاس اللي ممكن تخسر فيه مهما كانت قوتك ومهما كان منافسك مستواه اقل منك. طبعا المثل ده ما ينطبقش على مباراة امبارح ما بين الاهلي والمقصة، الفريقين مستواهم تقريبا متقارب. المقصة المركز الاخير في الفرق اللي بتنافس على الهبوط، والاهلي المركز الاخير في الفرق اللي بتنافس. فانا قلقان من الماتش ده بالتحديد عن اي ماتش تاني لعدة اسباب. اولها ان احنا تقريبا خلاص بنسبة 99% كسبنا الدوري، نكسب ماتشين خلاص ابطال الدوري، فممكن اللعيبة يبقى انتقل لها احساس ان احنا خلاص خدنا بطولة الدوري وهننزل نكسب الاسماعيلي اللي مركزه في الدوري مش قد كده بكل سهولة. فده طبعا امر خطأ. ده غير بعض الغيابات وبعض اللعيبة اللي مش هتبدأ وهتريح النهاردة، زي مثلا الونش مش هيلعب النهاردة، نيمار مش هيبدأ اساسي، اوباما هيبدأ النهاردة اساسي وربنا يستر. ليه اسامه نبيه ما يلعبش اساسي النهارده بقى ونجربه على ان هو يبدا ماتش من اوله ما ينزلش بديل؟ انا شايف ان دي فرصه كويسه جدا ليه انه يبدا اساسي. ماتشات الزمالك والاسماعيلي في كاس مصر تحديدا بتبقى مباريات ممتعه وغزيره بالاهداف. فاكرين الماتش اللي الزمالك كسب فيه 4-1 ساعه لما ايمن حفني افتتح التسجيل بالتسجيل والهدف في الزاويه التي يسكن بها الشيطان، شاط الكره في وش رجله كده في الزاويه، شوطه كانت جون حلو يعني. يا لو ايمن حفني كان موجود في القايمه وكان ينزل الشوط الثاني ولا حاجه ويسجل له هدف النهارده، كانت تبقى حاجه جميله جدا. بس للاسف ايمن حفني مش موجود في قائمه الماتش. حاول يجيبها تاني، جول جول. بما اننا بقى اتكلمنا عن الماتش ده، فكان في كوره علي جبر خدها ورقص الفريق كله وقام باصيها لباسم مرسي والجون فاضي، قام باسم مرسي حاططها جون، وبرده باسم مرسي حط جون تاني من صناعه ايمن حفني. باسم مرسي وقتها كان ملوش حل الصراحه. والجون الاخير مش فاكر مين اللي عمله، ده انا لسه متفرج على الملخص وانا لحقت انسى. مش عارف، مشكلة النسيان عندي زادت الفترة دي. فالمهم بعد ما رجعت الملخص، مايوكا هو اللي جاب الجون من ضربة جزاء، باسم مرسي اللي جابها برضه. يعني عايز نفتكر جون لمايوكا يا راجل، حرام عليك بقى، ده كويس ان انا ما افتكرتش. الواحد خرج عن موضوع الفيديو خالص. المهم توقع عن المباراة اللي هو الفيديو اصلا. توقع للمباراة فوز الزمالك بنتيجة 5-1 عشان يبقى المقصة 5-0، يبقى الاسماعيلي بقى هدف شرفي يبقى 5-1. واحد يقول لي ازاي خايف وقلقان من الماتش والنتيجه 5-1؟ اقول لك افتكرت يا بيه ان نجم الفريق هيلعب اساسي. لا مش قصدي على ده، ايوه هو ده. ومفيش نمبر 2 اللي يجيب لي رضا عبد العال وهو بيقول طبل يا عم طبل. مفيش النهارده يا بيه، نمبر 2 نايم.
كده اتكلمنا عن ماتش الزمالك، نتكلم بقى عن مباراة ليفربول اللي للأسف موعدها متعارض مع الشوط الثاني لمباراة الزمالك. اللي انا بشجع ليفربول في اوروبا ونمبر 2 بيشجع اتلتيكو مدريد في اوروبا، في موعدها متعارض مع الشوط الاول لمباراة الزمالك. ايه الحظ النحس اللي احنا فيه ده؟ نحس اليوم وانا حيدعو. ولكن طبعا انا تابع الزمالك يا بيه، اخلص مباراة الزمالك كاملة وبعد كده اخش على الشوط الثاني من مباراة ليفربول. انا في الفانتازي زي ما انتم عارفين عندي صلاح وعندي روبرتسون وعندي ارنولد، فاهم حاجة عندي في الماتش ده الكلين شيت. انا ضحكت عليكم قلت لكم يا كابتن هالاند، بس في الفيديو ضحكت عليكم وكابتنت في الحقيقة ارنولد زي المرة اللي فاتت وربنا يستر. فالكلين شيت عندي مهم جدا، فان شاء الله النتيجة تخلص 3-0 لليفربول، جونين صلاح اسيستين ارنولد وكلين شيت، وابقى انا كده 100 والجون التالت بقى يبقى اسيست روبرتسون او جون بقى لروبرتسون، يبقى انا كده 100 وملك الفانتازي عاد اليكم من جديد. وبقول تاني نمبر 2 لا لاتلتيكو مدريد. انا اصلا عمري ما شفت بني ادم في الدنيا بيفهم في الكوره بيشجع اتلتيكو مدريد. فريق لا ليه طعم ولا لون ولا ريحه، لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيزف، يرص اللعيبه وخلاص. ما المقاصه بتعمل كده امبارح ضد الاهلي. بس ده مش غريب على نمبر 2 اللي هو لا يعرف حاجه في الكوره ولا يعرف مدوره ولا معرفش ولا مربعه وعلى قده خالص، اللي هو ماشي ايه مع الماشيين. يلا اتلتيكو مدريد، لا واحد ماشي في الشارع بيشجع اتلتيكو مدريد ماين ولا كان لابس تيشيرت بتروجيت قال لك ده برشلونه ولا اتلتيكو اتلتيكو. فكده خلاص فيديو النهارده خلص. يا ارنولد النهارده تركز، عايزك تتبع تعليمات نجم الفريق خصوصا في الناحيه الدفاعيه. ركز يا ارنولد في الناحيه الدفاعيه والتغطيه العكسيه على طريقه نجم الفريق. صباح الخير. ايه ده انت بتعمل ايه؟ هو ده وقت فيديو يا ابني؟ بتقول لهم ايه طيب؟ لا مفيش، ده انا بكلمهم عن لعبه كره القدم لا اكثر ولا اقل، وبقول لهم بقى مباريات النهارده ممتعه وليفربول هيلعب يا جماعه وكريستال بالاس ومعرفش مين واتلتيكو مدريد ماتش مهم جدا الساعة 7:30 بداية الدوري، لازم يبدأوا بداية حماسية ويفرحوا جمهورهم كله على مستوى الوطن العربي والعالم. كذاب، انت اصلا تلاقيك ما تعرفش ماتشات النهارده، في ماتشات ولا مفيش ماتشات؟ انت عارف حاجه في الكوره اصلا؟ قول يالا. كنت بتقول لهم ايه يالا؟ لا مفيش، ده هي حتة فنية بس كده لنجم الفريق على السريع. بقول لهم الجزء الفني حتة فنية، حته في الشيشيه بتطبل كالعاده. وطبل يا عم طبل عشان تاكل عيش، طبل ومالكش دعوه باخرتك ولا ان انت هتقابل ربنا. انت جايب لي 9 يقولوا لي طبل؟ للدرجه دي متغاظ مني يا ابني؟ يا ابني الاداء اللي بيتكلم. وانت شفت يا ابني الماتشات اللي فاتت والدفاع الزمالك كان بيدخل في الزمالك كل ماتش جول، حتى لو بيكسب بيدخل فيه جوان. ولكن مع عودة نجم الفريق اصبح دفاع الزمالك مثل دفاع ايطاليا في الاعوام السابقة عندما كان يحصل على كاس العالم. انتهى الفيديو بقى، كفاية على كده النهاردة. احنا كده ايه توقعات الزمالك يكسب 5-1 ليفربول 3-0.